ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ بصوا معايا الفيديو ده كده. انت اثبتي براءتك. ادي البشعه، صلى على النبي. دي البشعه. طريقه لحس البشعه ازاي؟ بتطلعي لسانك، بتلحسك البشعه دي 3 مرات، وتطلعي لسانك 3 مرات، تمام؟ بعد ما تتبشعي وتلحسي البشعه 3 مرات صح، دخلي لسانك فوق الثاني، ولسانك ما تحركوش لا شمال ولا يمين، ولا تحط لسانك في اسنانك، تمام؟ تلحسي البشعه وتدخلي لسانك فوق وتتفردي زي ما انت واكله كده. لما لسانك ده ما يتحركش جوه فوق. فاهماني؟ طيب النية هتتحسن مرتين. تمام 3 مرات. بعد ما تتبشيها زي كده 3 مرات تغسلي الخمس. قبل عليه عادي؟ لا ريق، بس لسانك ما تحطوش فين؟ اسنانك؟ اسنان. لما اشوف لسانك تاني سليم على وضعه زي كده، طلع لسانها سليم اهو. هنشوفه زي ما هو كده بعد البشعه، ولا زي ما شفناه في الصوره في التليفون متعور. لو كدابه هيتعور لسانك. في اللي انا بقوله. دلوقتي انت عايزه تبشعي على ايه؟ قولي بقى واحكي. بصي هنا، انا عاوزه اتبشع اللي انا احمد بن منى اخدني بنت بنوت، وهو اللي اتجوزني وهو اللي دخل عليا اخدني بنت. ده اللي انا جاي عشان اتبشع عشانه، جاي اثبت براءتي اللي هو اخدني بنت بنوت، مش اخدني مرض، وهو اللي دخل عليا. يعني انت لما احمد اتجوزك كنت بنت بنوت؟ كنت بنت بنوت، وهو اللي دخل عليك وخد شرفك؟ وهو اللي دخل عليا واخد شرفي. ها؟ احمد بن منى. ابن منى؟ ابوه اسمه ايه؟ احمد ايه؟ ابوه اسمه ابراهيم. احمد ابراهيم؟ ماشي. مستعده للبشعه؟ قلت اسمك ايه؟ بوسي. مستعده للبشعه يا بوسي؟ مستعد. توكلنا على الله. توكلنا على الله. ذنبك في رقبتك؟ ذنبي في رقبتك. توكلنا على الفتحه لله والنبي، ربنا يظهر الحق ويبرئ البلي يا رب. طلع سكة. طلعي ومجد. ما تخافيش، ما تخافيش. انا مش مش هتدفعك يا بنت. يلا ما تخافيش، مش هتدفعك. انت ما فيش. تعملي لك حاجه. طلعي لسانك وغمضي عينيك. لحظه يا جماعه، ولا واحد يتكلم، ولا واحد يتكلم. عايزه مش عايزه، لو رجعت على النار يبقى هي كدابه. من الاخر. طب هتحرقني؟ لا هتحرقك لو كدابه. ما تخافيش. يلا توكلي على الله كده، ايدك كده. يلا ماشي. ما تخافيش يا بنت. جدع. ما يالا حط تاني. جدع. شكرا يا بوسي. جدع يا بوسي. ما تخافيش ولا هيحصل لك اي حاجه. ولا هيحصل لك اي حاجه. يلا. معنا اللي فيكم؟ يلا. عشان منديل؟ معاكي يا ماما؟ في الزمن اللي هناك. جدع. ما عادش تتكلم وما تتكلميش، تمضمضي وتسكت لما اشوف لسانك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. الله لسانك بره، طلعي. بسم الله ما شاء الله. البنت دي صادقه في كلامها فعلا، ان هي متجوزه احمد بن منى، ان هي داخله على بنت بنوته وهو اللي خد شرفها. بس البراءة ظهرت. يجي بقى ولا حصل لنا زيها. حسبي الله ونعم الوكيل فيه. اللي بتصدق في الموضوع ده، انت بتصدقي فيه على اي اساس؟ او مقتنعه بيه على اي اساس؟ انت بتقولي الموضوع ده من سنين السنين ومن زمن الزمن، مصدقينه على اي اساس؟ اتورثتوه على اي اساس؟ تمام؟ نقلتوه لبعض بناء عن ايه؟ ايه فكري في الموضوع، او ايه اصلا العقلاني في الموضوع؟ يعني بناء عن ايه اكذب او اصدق البنت اللي موجوده او الشخص اللي موجود اللي هو بيقول انا صادق، انا ما عملتش حاجه؟ لا، هي اللي هتحدد اذا كنت صادق او كاذب. بناء عن ايه؟ عن ولعه بتتحط على اللسان التحكم فيها بمجرد بقى للحظات. الفرق في الموضوع ده او اصلا منطقي في الموضوع ان اللي بتاع دي حته حديد حاميه نار، تمام؟ الورقه اتحطت عليها قدامكم ولعت، تمام؟ في على اللسان ريق ميه بتتحط عليه للحظات، الميه دي بتتبخر، بيدي احساس زي الطشه كده للحظه. الميه دي بتتبخر، هي اللي بتبقى عازل بين اللسان وبين حته الحديد، لكن لو اللسان ناشف هيتحرق. الشخص اللي بيكذب وبيكون عارف ان هو بيكذب بيكون خايف ان هو يتفضح في وسط الناس، بيكون خايف ان هو يتفضح في وسط القعده اللي هم قاعدينها، او يبان ان هو كذاب، او من العقوبه اللي هي محطوطه له.
فغصب عنه الادرينالين عنده بيزيد ويرتفع، فغصب عنه ريقه بينشف، اعصابه بتتوتر، بيبان عليه اي علامات الكذب. تمام؟ ان هو عارف ان هو كذاب. الصادق ما بيهموش، الصادق ما بيكونش همه حاجه، لان هو عارف ان هو مش كذاب. كل ده بنلعب على الخوف. تعالوا بقى بصوا على الشخص اللي محطوط في المكان ده وقدامه ولعه بيقولوا له هتتحط على لسانك، مش هيخاف؟ والنبي مش هيخاف؟ بالله مش هيخاف؟ غصب عنه ريقه مش هينشف؟ ده لو حد قلبه ضعيف ممكن يموت فيها. انتوا بتصدقوا ايه؟ انتوا بتقتنعوا بايه؟ بتصححوا وبتكذبوا على اي اساس؟ على حته حديد؟ حته حديد حاميه بتتحط على اللسان؟ انا لو حد بخاف زياده عن اللزوم وغصب عني اعصابي كلها مش قادره اتحكم فيها، ريقي ناشف، اتحرقت، قلتوا عليا ان انا كان كذاب ولبستوني التهمه ممكن ما كنتش عملتها اصلا عشان انا شخص بخاف. وانتوا مش فاهمين كده، انتوا مش فاهمين، انتوا بتمشوا ورا هبل، عبث ليس إلا. انتوا بتصدقوا حته حديد، لا يقال غير كده، حته حديد بتصدقوها بناء عن ايه؟ يا جماعه ده كفر، ده شعوذه. اللي بيصدق بيه خرج عن ملته. ان انا اروح لحد قول لي شوف لي الشخص ده، الحاجه بتاعت زمان قوي ان انا اشوف حد سرق او لا او كذب او صادق. مرايه ايه؟ ده دجل، ده شعوذه، ده سحر. اللي بيصدق فيه خرج عن ملته. اوعوا تسلموا عقولكم للناس زي كده. الناس اللي زي دي المفروض تتجاب وتتحاسب، مش نصدقها ونمشي وراها. طب افرضوا كان اتلسع، هو ما قدرش يتحكم في الوقت اللي هو بتعلم بيه، ده بمعنى اصح كده لا يقول ان هو معلم، عارف هيشيلها امتى، هيحطها ازاي ويشيلها امتى عشان البنت ما تتحرقش. طب افرضوا اتحرقت، سرحت منه المره دي واتحرقت، تكذبوا شخص ممكن ما يكونش اصلا كذاب. احنا بنتكلم بعيدا عن قصه البنت خالص. قصه البنت ان هي متجوزه بقالها شهر او شهر ونص، فجوزها لقى ان هي حامل. طيب حامل ازاي ولحقتي؟ طب من امتى؟ لا انت داخله حامل. لا انا داخله بنت. لا انت داخله حامل وما انتيش بنت. طيب في دكتور، في طب، في علم، في عقل يقول يحدد. انت شاكك فيها، دكتور في الوحده الصحيه يقدر بالسونار يعرف لك عمر الجنين، يقدر يحدد لك هي حامل من امتى. ولو انت اصلا شاكك في نفسك وفي ذكوريتك ده مشكلتك انت، ما تطعنش حد في شرفه. لو انت عارفه ان انت فعلا صادقه وان انت شريفه ومفيش حاجه زي كده، قاعده ليه؟ معلش حد بيطعنك في شرفك بتثبتي له، بتتحطي في موقف زي ده عشان تثبتي له ايه؟ دكتور كشف ب50 جنيه يقدر يثبت. اي حد متعلم وفاهم هيقدر يعرف حاجه زي كده. انت اتجوزتي امتى؟ اكشفي، اعملي سونار، اعرفي الحمل ده من امتى. لكن مش تروحي في مكان زي كده وتعملي حاجه زي كده وتصدقي شخص زي كده وتخرجي عن دينك اصلا. الموضوع ده متورث ما بينكم زي حاجات كتير متورثه وملهاش اي اساس من الصحه، ملهاش اي لازمه، وبنصدقها لمجرد ان الناس زمان كانت بتعملها. مش مهم بقى هي كانت صح هي كانت غلط، مش مهم، دجل، شعوذه، كفر، مش مهم. المهم الحاجه دي ده بتجيب نتيجه، ده احنا صدقناها، ده فعلا والكلام كتير. دي قالت ودي قالت ودي سمعت ودي طبقت ودي اقتنعت، خلاص الموضوع بقى حالة عامة، خلاص بقى حاجة حقيقية مثبتة ما بينكم. لكن فين اساسها؟ مفيش.